انضمام المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي الى المارد الاحمر، الا ان الاهلي مازال يعاني من ازمه كبيره في خط الهجوم مع تراجع مستوى محمود كهربا وضعف امكانيات موديست الذي سيرحل بنهايه الموسم الجاري. وفي مفاجاه من العيار الثقيل يخطف الاهلي توقيع هداف افريقيا بعد قرار كولر المفاجئ. فمن هو؟ كثفت اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بالتعاون مع لجنه التخطيط والجهاز الفني من استعداداتها لدخول سوق الانتقالات الصيفيه القادم، وهذا في اعقاب قيام مارسيل كولر بارسال قائمه من الاسماء والمراكز التي يرغب بتدعيمها قبل الدخول والتجهيز للموسم الجديد. وحدد كولر عده مراكز يسعى لضم لاعبين مميزين بها للحفاظ على جاهزيه وتفوق القلعه الحمراء واستمرار التواجد على منصات التتويج المحليه والافريقيه خلال السنوات المقبله. وخط الهجوم كان ابرز الخطوط التي شدد كولر على ضروره تدعيمها، وذلك بسبب انخفاض مستوى لاعبي الخط الهجومي بالكامل، مما اثر على فعاليه الفريق وبالتالي على النتائج، خاصه بعد الهزيمه امام الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجه 2-1. وبهذا الصدد اعدت لجنه التخطيط بالاهلي قائمه بلاعبين مميزين على مستوى الخط الهجومي بهدف عرضها على المدير الفني لاختيار احدهم للدخول في مفاوضات مع اللاعب وفريقه. وكان على راس تلك القائمه المهاجم الانجولي مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري والمتالق بشده خلال الفتره الاخيره سواء في ناديه او منتخب بلاده. وثاني اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق هو الايفواري محمد كانوتيه لاعب جارزوني الروسي، والذي تواصل الاهلي مع وكيله بالفعل وابدى اللاعب موافقه مبدئيه على الانضمام الى المارد الاحمر وفي انتظار الضوء الاخضر من المدير الفني قبل خوض المفاوضات الرسميه مع ناديه. وظهر مؤخرا على رادار النادي الاهلي لاعب جديد وهو جناحي يانج افريكانز التنزاني ستيفن عزيزكي، والذي قدم مستويات كبيره رفقه فريقه في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، وكان على بعد خطوه واحده من الصعود على حساب سان داون الجنوب افريقي قبل الخساره بركلات الجزاء الترجيحيه وتوديع البطوله. وانتهى عقد اللاعب مع ناديه بنهايه الموسم الحالي، اي انه سينضم الى الاهلي بشكل مجاني، ويتبقى فقط ان يوافق كولر على ضم اللاعب قبل التواصل معه مباشره. ومن المتوقع ان يتم حسم هذا الملف عقب الانتهاء من مباريات نصف النهائي امام مازيمبي. شهدت الساعات الماضيه انقسام حاد بين مسؤولي النادي الاهلي وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب المهاجم الفرنسي انتوني موديست. وترى لجنه التخطيط للكره في الاهلي وكذلك مسؤولي شركه الكره وعدد كبير من اعضاء مجلس اداره النادي ان المهاجم الفرنسي لا يصلح لقياده هجوم الاهلي، وانه بات نقطه ضعف واضحه في صفوف الفريق. في المقابل يؤكد كولر في جلساته مع محمود الخطيب على ان موديست مهاجم جيد ومتميز ولديه امكانيات كبيره ومحطه للقادمين من الخلف ويؤدي المطلوب منه بشكل جيد، مستشهدا بمباراه زد الاخيره في الدوري بعدما صنع هدف المباراه الوحيد للمهاجم الفلسطيني وسام ابو علي. ومن جهته انتقد حسن مصطفى نجم النادي الاهلي السابق ثنائي المارد الاحمر محمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم كهربا بسبب تراجع اداء الثنائي مؤخرا وتذبذب المستوى. وقال لاعب الاهلي السابق للاسف الشديد محمود عبد المنعم كهربا مستواه في النازل وماشي على سطر وبيسيب سطر، ويجب عليه تقييم نفسه لمعرفه سبب التراجع الذي يعيشه.